لو انت مش عارف، سامسونج في اول شهر مايو نزلت السامسونج الاي 55 بشكل رسمي على امازون بسعر 23,000 جنيه، وده كان كارثه بكل المقاييس. كارثه ليه؟ ببساطه عشان الجهاز ده تسعيره كان نفس تسعير السامسونج الاس 23 اف اي اللي بمواصفات اعلى من مواصفات الجهاز ده، والاتنين بيتباعوا بنفس السعر، فطبيعي وقتها محدش هيجيب الجهاز ده وكله هيجيب ال 23 اف اي. وصراحه الغلطه دي خدت اسبوعين علشان سامسونج تستوعبها، وفعلا خلال نص شهر مايو اللي احنا فيه ده سامسونج عدلت من تسعير الاي 55 بقى نازل بسعر تقريبا 19,500 جنيه. فبالتالي احنا عندنا 4 اسئله، لو انت عرفت اجابتهم هتعرف هل ممكن تشتري الموبايل ده ولا لا. السؤال الاول، هل سعر الجهاز دلوقتي بقى منطقي بما ان سعره نزل شويه؟ والسؤال الثاني، هل الجهاز ده مقارنه بالاي 54 اللي قبله في فرق ما بينهم يستحق التحديث ولا لا؟ والسؤال الثالث، هل الجهاز اصلا تجربته كويسه بغض النظر عن باقي العوامل الثانيه؟ والسؤال الرابع والاهم وهو، هل الجهاز ده مقارنه بالمنافسين التانيين زي الريلمي 12 برو بلس وزي الاوبو الرينو 11، هل الجهاز ده عارف ينافس وسطهم بشكل قوي ولا لا؟ فصراحه ده فيديو مهم جدا لو انت ناوي تشتري موبايل في حدود الفئه السعريه بتاعه ال 20,000 جنيه. فبدون اي تاخير خلينا نبدا. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. وقبل ما نخش في التفاصيل بتاعه السامسونج الاي 55 خليني اقول لك، لو انت اول مره تشوفني فانا محمد الخياط، رجعت اكتر من 150 جهاز موبايل قبل كده، فاعمل اشتراك وفعل زرار الجرس، وكمان اعمل لايك على الفيديو عشان بيساعد، وما تنساش ان التفاعل بتاعك على الفيديوهات بتاعتي سواء الفيديو ده او الفيديوهات التانيه بيساعد ان احنا نتبرع بمبلغ اكبر لصالح اخواتنا في غزه. ولو انت مش عارف الموضوع فانا اتكلمت عنه في فيديو مخصوص، هتلاقي الرابط بتاعه موجود في وصف الفيديو. اما دلوقتي بقى خلينا نخش على تجربه السامسونج الاي 55. واول حاجه عاوز اتكلم عليها بخصوص الموبايل ده هو الوزن بتاعه، لان الجهاز ده تقريبا وزنه ربع كيلو، او مش بالظبط ربع كيلو، هو جهاز 213 جرام للدقه، ولكن برضو الجهاز مسكته في الايد تقيله. ولو هتسال عن السبب فالسبب هنا الصراحه كويس، لان الفريم بتاع الجهاز هنا جاي من الالومنيوم، وكمان ظهر الجهاز جاي من الازاز، فالخامات دي بتخلي وزن الجهاز تقيل في ايدك، وفعلا بتحس ان الجهاز متكلف وانت ماسكه. طبعا ده غير ان الجهاز من سامسونج لازم يكون مقاوم للميه والغبار بمعيار اي بي 67. بشكل عام تصميم الجهاز هنا ما اختلفش عن المعتاد بتاع اجهزه سامسونج اللي بقالنا كذا سنه بنشوف نفس التصميم بالظبط، الفريم الفلات والظهر الفلات والفريمات المنفصله بتاعت الكاميرات، اللي صراحه الموضوع بقى يعني ممل شويه. التصميم شكله حلو، ولكن برضو انا كنت محتاج يبقى فيه اي تغيير يحسسني ان فعلا ده جهاز جديد نازل من الشركه. ولكن على اي حال التصميم ده فيه حاجه غريبه هقول لك عليها. لو بصيت على الجهاز من تحت هتلاقي ان فيه فتحتين جنب منفذ الشحن، وفي الاول كده ممكن تعتقد ان دول فتحتين لمايكين مختلفين، ولكن لا، الفتحه اليمين هي اللي فيها مايك حقيقي، انما الفتحه اللي على الشمال دي فتحه مزيفه علشان بس السيمتريه بتاعه الجهاز. ولو عاوز تتاكد بص على الفيديو بتاع يحيى عشري اللي فك فيه الموبايل عشان تقدر تشوف الحته دي، هتلاقي ما فيهاش اي الكترونيات تذكر. ولو هتقول لي ما يمكن ده مايك عزل الضوضاء، فحب اقول لك لا، مايك عزل الضوضاء لازم يكون في اتجاه مختلف، ومايك عزل الضوضاء موجود هنا من فوق بجانب المنفذ بتاع الشرايح. وعلى ذكر منفذ الشرايح، فالجهاز ده المنفذ اللي فيه هايبريد بياخد خطين او خط وكارت ميموري، ولكن الحلو في الجهاز ده هو ان الجهاز بيدعم الاي سيم، فالاي سيم لما تنزل في مصر الجهاز ده هيبقى بيدعمها بشكل مباشر. وطبعا جهاز في الفئه السعريه دي لازم يكون بيدعم خاصيه الان اف سي اللي تعتبر دلوقتي حاجه مهمه خلال سنه 2024. وعلى ذكر سيره درج الشرايح، فالجهاز هنا الشبكات بتاعته كانت كويسه، ما لاحظتش فيها مشاكل، صوت سماعه المكالمات كان عالي وواضح، والجهاز فيه مايك عزل الضوضاء زي ما قلت، ولكن وللاسف الجهاز هنا بيفتقد لمستشعر التقارب. الموبايل هنا من خلال السوفت وير بيعمل محاكاه لمستشعر التقارب، ولكن الصراحه تجربتها مهما كانت كويسه مش هتبقى زي مستشعر التقارب الحقيقي. نيجي بقى للشاشه اللي هيبقى فيها تطور ملحوظ عن السامسونج الاي 54 اللي قبله. الشاشه هنا حجمها اكبر 6.6 بوصه وبدقه فول اتش دي بلس، وطبعا شاشه من سامسونج يعني سوبر ايموليد، والريفرش ريت بتاعها بيجي 120 هرتز. وطبعا الشاشه هنا محميه طبقه حمايه فيكتاس بلس، بالاضافه ان الظهر كمان محمي بطبقه حمايه جوريلا جلاس. فالجهاز هنا الصراحه مصروف عليه. ولكن خلينا نرجع للشاشه مره تاني. الشاشه هنا بشكل عام تجربتها ممتعه سواء في الاستخدام اليومي او حتى في مشاهده المحتوى، وحتى في الشمس او في الاضاءه القويه الشاشه هنا مش هتاثر معاك لانها بتدعم ال HDR10 بلس، وكمان بتوصل لحد سطوع 1000 نت او شمعه، وده سطوع كويس جدا في الاضاءه القويه. ولكن ويا لها من لكن، الشاشه هنا فيها عيبين لازم تبقى عارفهم كويس قبل ما تقرر تجيب الجهاز ده. العيب الاول هو ان الحواف بتاعه الشاشه للاسف كبيره بشكل ملحوظ شويه. هي الحواف سيمتريه وشكلها مريح للعين، ولكن برضه لو قارنته باي جهاز في نفس الفئه السعريه او حتى فئات سعريه اقل كمان، هتلاقي ان الحواف بتاعه الشاشه بتبقى اقل من اللي موجوده في الجهاز ده، فدي نقطه صراحه
الصراحه ضايقتني شويه. الحاجه الثانيه اللي في الشاشه اللي مش عجباني هي البصمه المدمجه في الشاشه. للاسف هنا البصمه اوبتيكال، وسرعتها في قرايه البصمه الصراحه ما كانتش احسن حاجه، البصمه بتطول شويه على ما الجهاز بيفتح، فدي نقطه برضو المفروض كانت تتحسن في الجهاز. ولكن خلينا نروح لحاجه ثانيه الصراحه سامسونج مظبطه فيها الجهاز قوي، والحاجه دي هي المواصفات الداخليه. الجهاز ده جايب معالج جديد من سامسونج اسمه الاكزينوس 1480، وجايب ب 8 جيجا بايت رام وذاكره داخليه 128 او 256 من نوع يو اف اس 3.1. المعالج ده عشان تبقى عارف جاي بدقه تصنيع 4 نانو، ولو عاوز تعرف هو بيكافئ ايه في ميديا تك وسناب دراجون، فالمعالج ده بيكافئ تقريبا الميديا تك ال 7200 الترا، وفي السناب دراجون بيعادل معالج فلاج شيب قديم شويه وهو السناب دراجون 865، عشان بس تبقى متخيل اداء المعالج ده هيبقى فين بالظبط ما بين باقي المعالجات. ولو قارنت اداء المعالج ده بالمعالج اللي كان موجود في الاي 54 اللي قبله، فالمعالج اللي هنا يتفوق تقريبا في حدود ال 20% عن اداء المعالج اللي كان في الاي 54. والحقيقه ده مخلي اداء الجهاز هنا سريع وسلس جدا، تقريبا هتلاقي ان انت صعب جدا ان انت توصل لمرحله تخلي الجهاز ده يهنج فيها. واداء الجهاز كمان في الالعاب كان مميز جدا. الجهاز شغال ببجي اتش دي ار على الترا، وتجربه اللعبه كانت سلسه بشكل رهيب، وكمان كول اوف ديوتي اشتغلت على اعلى جرافيكس وعلى اعلى فريم ريت، فالجهاز هنا في تجربه الالعاب الصراحه محترم جدا. وبخصوص مشكله الحراره اللي انا كنت اتكلمت عليها في السامسونج الاي 35 وحذرت الناس منها، المشكله دي مش موجوده تماما مع الاي 55. ليه؟ ببساطه علشان الجهاز ده فيه نظام تبريد مائي بيشتت الحراره بتاعه المعالج وبيخليها متوزعه على الجهاز كله، فبالتالي مش بتحس ان في حته سخنه محدده وانت بتلعب. الجهاز بيدفى بشكل بسيط، ولكن الدفيان الطبيعي اللي احنا ممكن بنشوفه من اي جهاز تاني، فبالتالي نظام اداره الحراره في الجهاز هنا مميز جدا، ومهما حملت على الجهاز صعب ان انت توصل لدرجه حراره عاليه قوي، فدي نقطه صراحه هتحسب لصالح الجهاز. كمان البطاريه اللي موجوده في الموبايل هنا جايه بحجم 5000 ملي امبير، وهتكمل معاك اليوم كله بمتوسط تقريبا 8 ساعات من وقت عمل الشاشه. ولكن للاسف ومش عارف هفضل اقول ولكن دي امتى، سامسونج مش بتحط شحن في العلبه، وكمان الشحن السريع بتاع الجهاز مش سريع قوي. الجهاز هنا بيدعم شحن سريع 25 واط، والجهاز تقريبا بيشحن معاك في حدود ساعه وربع او ساعه وتلت، فدي نقطه صراحه يعني بتضايقني في سامسونج، خصوصا ان الاجهزه الثانيه اللي في نفس الفئه السعريه بتوصل لشحن سريع 67 واط، فالجهاز ده الصراحه كان المفروض يبقى احسن في موضوع الشحن ده. لكن اللي هيصبرك شويه على حوار الشحن ده هو تجربه الواجهه بتاعه الجهاز نفسه. الواجهه بتاعه سامسونج هنا صراحه تعتبر من اهم نقاط البيع بتاعه الموبايل ده. الواجهه هنا تقريبا كامله نفس الواجهه اللي بتنزل مع اجهزه الفلاج شيب بتاعه سامسونج، ما عدا مميزات الاي اي اللي سامسونج حتى الان مخليها حصريه على اجهزه الفلاج شيب. عندك ميزه المالتي ويندو اللي بتخليك تستخدم اكتر من برنامج في نفس الوقت، وعندك الايدج بانل اللي فيها حاجات كتير ممكن تخصصها بالشكل اللي يريحك، وحتى زرار الباور اللي موجود في الجهاز انت هنا لما بتدوس عليه دوستين بيفتح لك الكاميرا، ولكن انت تقدر تخصص الزرار ده بحيث ان هو يفتح لك اي تطبيق تاني. طبعا ده غير حاجه مهمه تتميز بيها سامسونج، وهو ان الجهاز ده هيفضل يستقبل التحديثات لمده 5 سنين، 4 سنين منهم التحديثات الاساسيه بتاعه الاندرويد، والسنه الخامسه التحديثات الامنيه بتاعه الجهاز. فصراحه الواجهه هنا يعني فيها كميه مميزات كتيره جدا فعلا بتميز الجهاز ده. ولو انتوا عاوزين فيديو بيتكلم عن المميزات دي حرفيا ممكن اعمل فيديو نص ساعه، فلو عايزين الفيديو ده قولوا لي في التعليقات. خلينا بقى نخش على تجربه الكاميرات عشان الصراحه عندنا كلام مهم محتاجين نقوله. سيت اب الكاميرات اللي جايه في الجهاز هنا هو بالظبط وبالملي نفس السيت اب اللي كان جاي في السامسونج الاي 54. عندك 3 كاميرات خلفيه، منهم كاميرا للماكرو بدقه 5 ميجا بكسل، يعني مش هنتكلم عليها كتير، ولكن الكاميرتين التانيين هم المهمين. الكاميرا الاساسيه جايه بدقه 50 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 1.8، وكمان الجهاز ده بيدعم الواي اس او التثبيت البصري. والحقيقه مفيش كلام كتير يتقال، اجمالا التفاصيل والديناميك رينج ومعالجه الالوان متوازنين جدا ومفيش فيها اي مشاكل، لكن الصور اجمالا مش بتبقى صافيه، بتحس كده ان فيها شويه نويز بسيط سواء الصبح او حتى بالليل. والوضع الليلي الحقيقه مش بيفرق كتير، التفاصيل والديناميك رينج بيبقوا احسن، ولكن الوان الصوره بتحسها دايما انها ابرد او مزرقه شويه. اما الكاميرا الالترا وايد فجايه بدقه 12 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 2.2، والكاميرا اجمالا الديناميك رينج ومعالجه الالوان فيها كويسين، ولكن التفاصيل بتكون ناعمه شويه خصوصا على جناب الصوره، والموضوع ده بيظهر اكتر بالليل، ومع تشغيل الوضع الليلي الصوره بتتحسن شويه، ولكن برضو لا تزال الصور ناعمه. اما الكاميرا السيلفي فهتلاقيها جايه بدقه 32 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 2.2، وصراحه الكاميرا دي يعتمد عليها جدا سواء في التفاصيل او الديناميك رينج او معالجه الالوان، وحتى وضع البورتريه العزل فيه كويس جدا سواء الصبح او بالليل، وفي وضع ليلي كمان مع الكاميرا السيلفي وبيظبط الصور بشكل كبير قوي بالليل. اما بخصوص تصوير الفيديو على الجهاز فخلينا نشوف مع بعض. بخصوص تجربه الفيديو على الجهاز فالجهاز بيصور 4K 30 فريم في الثانيه، والجميل ان احنا نقدر نبدل على الكاميرا الترا وايد من غير ما نفصل الفيديو.
كده انا بدلت على الكاميرا الالترا وايد في نفس الفيديو. الكاميرا الخلفيه بقى بالليل فالكواليتي بتاعتها مقبوله جدا، النويز اقل ما يمكن على حسب ما انا شايف. لو انتوا شايفين حاجه مختلفه قولوا لي في التعليقات، واقدر ابدل برضو على الكاميرا الالترا وايد وانا بصور. كده انا بدلت على الكاميرا الالترا وايد، فدي كده تجربه سريعه. لو هنجرب تصوير الفيديو على الكاميرا السيلفي فبرضه 4K 30 فريم في الثانيه، ودي كده تجربه سريعه للفيديو. صراحه الكواليتي حلوه والسكين تون حلو قوي. لو هنجرب سريعا بقى تجربه الكاميرا السيلفي فيديو بالليل فبرضه الكواليتي بتاعتها كويسه والسكين تون حلوه، ومش ملاحظ ان في نويز كتير في الاماكن الغامقه زي السماء، ما زالت موجوده ولكن قليله شويه. خلينا بقى نجاوب على الاربع اسئله المهمه اللي قلتهم في اول الفيديو. السؤال الاول، هل الجهاز ده سعره منطقي؟ والاجابه هنا قطعا لا. لو سامسونج ما كانتش غيرت سعره لما كان نازل ب 23000 ما كنتش هقدر اقول لحد ان هو يشتري الجهاز ده تماما. انما دلوقتي لما الجهاز ده نزل ب 19 ونص او 19800 تقريبا، الجهاز ده سعره يعني منطقي الى حد ما، ولكن انا من وجهه نظري المفروض ينزل في حدود ال 18000. ففرق 1000 ونص زياده دي مش الفرق الكبير اللي يخليك تبعد عنه، ومع الوقت الجهاز كمان سعره هينزل. السؤال الثاني، هل تجربه الجهاز كويسه؟ والاجابه هنا قطعا تجربه الجهاز هنا بشكل عام كويسه ومفيش فيه مشكله كبيره تخليك تبعد عنه. السؤال الثالث وصراحه ده سؤال مهم، هل الجهاز ده يستحق الترقيه من السامسونج الاي 54؟ والاجابه هنا قطعا لا. الجهاز ده فيه تحديثات بسيطه حصلت زي المعالج الاحسن، الفريم المعدن، والشاشه الاكبر، ولكن برضو التحديثات دي مش كبيره للدرجه اللي تخليك تسيب الاي 54 وهو بيتباع تقريبا من 13 ل 14000 وتجيب جهاز ب 19000 علشان خاطر تحديثات بسيطه زي دي. ولكن لو انت لسه بتاخد قرار الشراء فانت ممكن تبص على الجهاز ده. نيجي بقى للسؤال الرابع والاخير، وهو ان الجهاز ده مقابل المنافسين التانيين زي الريلمي ال 12 برو بلس وزي الرينو 11. هل الجهاز ده فعلا يعني قادر يواجه وسط المنافسه دي؟ الاجابه هنا صراحه محتاجه فيديو علشان اتكلم عن كل جهاز منهم بيتميز في ايه، ولكن خليني اقول لك اختصار كده بسيط تفهم منه كل جهاز منهم متفوق في ايه عن التاني. بصراحه الريلمي والاوبو متفوقين عن الجهاز ده ان فيهم كاميرا تليفوتو، وحتى الريلمي فيه كاميرا تليفوتو مش عاديه، كاميرا تليفوتو بريسكوبيك والاثنين 3 اكس اوبتيكال زوم، ولكن كاميرا التليفوتو مش موجوده اصلا مع الاي 55. فالاجهزه دي متفوقه في الحته دي، بالاضافه الى انها متفوقه بشحن سريع 67 واط والشحن اللي هنا 25 واط، فدي نقطة صراحة تحسب لصالح الأجهزة التانية. ولكن في المقابل الاي 55 يتفوق في إن الفريم بتاعه جاي من المعدن، يتفوق كمان في المعالج بتاعه الأحسن شوية، وبرضه يتفوق في دعم السوفت وير الأحسن واللي مستمر لمدة أطول. فكل جهاز من الأجهزة دول هيبقى متفوق عن الأجهزة التانية بحاجة بتميزه هو بس. فأنا عاوز أعرف رأيكم في التعليقات، لو أنت هتشتري جهاز ب 20000 جنيه هتختار أنهي جهاز من الثلاثة، الاي 55 ولا الريلمي 12 برو بلس ولا الرينو 11؟ والثلاث أجهزة دول ليهم ريفيوهات على القناة، بص عليهم لو انت ما عندكش معلومات كافيه عن باقي الاجهزه. فمستني رايكم في التعليقات. وبس كده، دي كانت كل حاجه عن السامسونج الاي 55. اعمل لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال اكتبه في التعليقات. كان معكم حمود الخياط، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. سلام.